سفن إسرائيلية تحمل السلاح لإسرائيل رفضت إسبانيا استقبالها، فاستقبلها المغرب في ميناء طنجة ووفر لها الإمدادات والمؤن والوقود. يا سلام على كرم العرب! وأكدت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يدينون ترخيص السلطات بالمغرب لسفن حربية للكيان بالرسو في موانئ المغربية والتزود بالإمدادات. نستنكر وندين ونشجب هاته التصرفات اللا شعبية ولا وطنية ولا أخلاقية ولا إنسانية، حتى ما دام العنصر الذي وقع على تطبيع هو المسيطر على مقدرات البلاد فلا نملك إلا حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبينا الله ونعم الوكيل في كل ظالم وخاين. الأمة النصر لإخواننا وأهلنا في غزة وفلسطين إن شاء الله. وفي نفس اليوم أعطى الملك محمد السادس تعليماته لإطلاق عملية إنسانية بتوجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة، وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية أن هذه المساعدات التي أمر بها محمد السادس تتكون من 40 طنا من المواد الطبية، تشمل على الخصوص معدات لعلاج الحروق والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية، مضيفا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين وكذا للأطفال صغار السن. وأشار البلاغ إلى أن محمد السادس تفضل بالتكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص. ويبقى لكم التعليق.